بقلم سني عطية شاعرة من الريف المصري قصيدة بعنوان 11/11. قالوا حننزل ثورة جديدة، قالوا حياتنا هتبقى سعيدة. نادى الريس وقالاه ده انتوا هتبقوا لا مال ولا جاه. خافوا على مصر كفاية تهور، واحنا هنبقى أحلى من الأول. بس الصبر شوية يا ناس، عايزين منكم سنة إخلاص. لو نزلت 11/11 ناس من بره هتيجي تباشر، وهتعمل روحها على بلادنا وتقتل بس في أولادنا. مش مستحمل نقص في سكر، بكرة تقول امتى تحرر. لما الكل يجيك من بره ويسيطر على البلد الحرة، خاف على رمل بلادك مرة، واعرف ان بلادنا دي حرة. ليه بتنادي الحرب تجيلك؟ خاف على أرضك، خاف على جيلك. لو عايزين حاجة من الريس نبقى نقولها بشكل كويس. ننزل ليه في الشارع نحكي، وعيون تضحك وعيون تبكي، والقنوات تقول ويانا شاهد مصر على هوانا. شوف الحرب في مصر هي قامت، شوف الفرقة بينهم دامت، شوف الدم نازل ينزف. مصر دي مصر، أيوة طب احلف. والكل يحلف ويقول أيوة دي مصر وكده على طول. ليه بتشمت أعداء فينا، وساعتها راح ياخدوا سينا. إلا أرواح راحت علشانها، مش سينا وبس هياخدوها، مصر بحالها هيحتلوها. طبعا ملعين والله عليها. ما تصدقش ناس وقبضة مبالغ من بلاد برة، دفع لهم يمكن 1,000,000 علشان حرب وثورة تقوم، وتجيلهم الفرصة يشاركوا بين اخوات بس بيتعاركوا، ويقولوا طب ليه كده ليه؟ مين اللي بدل حرب ده هيه؟ ويعمل نفسه بيحوش ويلبس بلد الطربوش. اخصى عليكم ده احنا وحوش. ليه بتخلي الناس تتقرب؟ طول عمرنا منها بنتغرب، قمنا بثورة وكده كفاية. احمد ربك بقى ويايا ان بلادنا لسه معانا، مصري بيحكمها على هوانا. اهو ابن الشعب ده برضه هيحافظ على قوته وارضه، والازمة بكرة هتتحل ويوفر قوت للكل. انسى 11/11 واوعى بيدك تشعل فيها الولع. مصر دي مصر وخلي ببالك، أم الدنيا وليك بقيالك. شكرا.